السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قد حدثنا الشيخ محمود الصواف رحمه الله أنه دعي في من دعي من كبار العلماء لإعادة دفن شهداء أحد من الصحابة رضي الله عنهم. مقبرة شهداء أحد مقبرة معروفة أصابها سيل فانكشفت الجثث، دعي مجموعة من كبار العلماء لإعادة دفن هؤلاء الصحابة. ويحدثنا الشيخ محمود الصواف أنه حضر ذلك بنفسه، الشيخ محمد محمود الصواف، فيقول: فممن دفنت حمزة رضي الله عنه. يقول: ضخم الجثة، مقطوع الأنف والأذنين، بطنه مشقوق وقد وضع يده على بطنه. يقول: فلما حركناه ورفعنا يده سال الدم. نعم، هذا مشهود ومعروف. يقول: ودفنته مع من دفنت من صحابة النبي. قد حدثنا الشيخ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.